السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة طريقة عمل القرص الدايبة. معانا 2 كيلو دقيق، نص عجوة، كوب سمسم، معلقة خميرة، معلقة سكر، ذرة ملح، كيس فانيليا، كيس بودر، كيلو لبن، نص كيلو سمنة. يلا نشوف الطريقة ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. سمسم زي ما انتوا شايفين كده، احطه سمسم. على فكرة ده كان جاي من عند العطار ابيض، ف الغذاء طبعا مش هيبان في الحاجه، فانا جبته على النار وعلى الطاسه وهديت النار خالص وقلبته لغايه ما احمر زي ما انتم شايفين كده، عشان لو اي واحده جالها مثلا من عند العطار حاجه زي كده ما ت... ما تخافيش زي ما انا قلت لكم على الطاسه وحمري كده وبالراحه. تمام. حطينا السكر والخميره وذره الملح، نحط الفانيلي البودر، كيس بودر على 2 كيلو. تاني نرفعها لان الجو برد قوي. ننزل كيس الفانيليا، نقلب. السمنه دي نص كيلو سمنه، 2 كيلو. البرطمان ده انا بعاير بيه اي حاجه، برطمان مربى اللي هو الكبير ده بعاير بيه. مش عندي المكان ما بتقفلي الغطا، لا، الحته الزاويه اللي تحت دي بياخد نص كيلو، ده بعاير بيه اي حاجه بقى، عشان لو الكحك البسكوت الغريبه الحاجه دي بتبقى لازم عاوزه معيار مظبوط عشان تظبط معاكي. تمام. لما تقولي ما عنديش ميزان، لا، عايري بالبرطمان ده، انا بعاير بيه بياخد نص كيلو، بس مش لفوق، عند الزاويه اللي تحت. تمام. طيب انا اقلب الوقت دي مع السمنه، دي اهم خطوه في العجين. نبس الحاجة، نبس الدقيق بالسمنة لغاية ما نخلي الدقيق كله شرب سمنته. تمام. زي ما انت شايفة كده، هنقلب كويس، نعجن كويس كده. تمام. بعد ما عملنا شايفين الدقيق عامل ازاي كله في السمنة. حطينا اللبن، مش كله، لان الدقيق مش كل دقيق بياخد سوائل يعني في دقيق بياخد سوائل كتير، في دقيق بياخد سوائل اقل. فاللبن انا ال2 كيلو اخد معايا كيلو لبن. تمام. في دقيق ممكن ما ياخدش الكيلو، ياخد اقل، فانا بحط شويه بشويه لغايه ما اشوف عجينتي. فزي ما انتوا شايفين كده، فانا 2 كيلو خدوا معايا الكيلو. فانا بقول لكم يعني لو جبتوا 2 بالراحه، لان ممكن الدقيق بتاعكم ما ياخدش 2 كيلو لبن. زي ما انت شايفه كده. هفضل الف في العجين بعد ما عجنته وخلاص. شويه ميه في ايدي، دي مكان اللبن. محدش يقول الميه دي شكلها ايه، دي مكان اللبن. تمام. خدت شويه دول بس. الحاجه دي اسمها بتشاهدوا على العجين. انا مش بعجن، انا ببقى ايه، انا بلم العجين زي ما انتوا شايفين كده. كوره العجين ده بدخل هوا في العجين، خلاها القرصه معاكي ما شاء الله هشه من جوه. تمام. افضل اعجن لغايه ما احس العجينه بقت ناعمه في ايدي، زي الملبن كده، مش خشنه. اهي بلمها اهو، شوفوها، ارفعها لفوق دلوقتي. العجينه ما شاء الله في ايدي جميله زي الملبن. شوف عملت ازاي، مش ناشفه.
طريه في ايدي خالص اهي. اقلبها، ايوه اهي. خلاص هبدأ بقى الم. خلاص كده خلصتها. تمام. اهي شايفين عامله ازاي من جوه. سيبها بقى ترتاح كده نص ساعه، لان هسيبها ترتاح لها ساعه صواني. تمام اهي. خلاص هجيب كيس تلاجة وافتحه وغطيها نص زي ما انا قايله لكم، عشان دي هتريحني فرد القرصه. يعني الرياح اللي تريح العجينه نص ساعه دي، وغطيها ببطانيه باي حاجه عندك تقيله، هتريحك بقى ما تيجي تفرد القرصه هتفرد معاكي بسهوله مش صعبه اهي. شايفين ما شاء الله القرصه عامله ازاي. يلا عشان ايه نحشي. انا جايبه نص كيلو عجوه بس، لان عندي هنا في البيت مش بيحبوا، يعني في معظمهم بيحبوها ساده. شايفين اهو، خطوه بخطوه معاكم اهو. عشان تقول لك انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي اهي سهله. بصي ما اقولكيش جربي 2 كيلو، ما اقولكيش جربي كيلو، جربي نص. تمام. النص يعمل معاكي صينيه، جربيها لاولادك اهي. ومريحه بقى في البيت، الحاجه دي لما تكون موجوده في البيت بتريحك انتي. الصبح لقيتهم مثلا شويه شاي على اللبن. هي طبعا بتبقى حلوه مع الشاي على اللبن طبعا عشان انا بحبه. آه مع قرصتين والحمد لله وتعدي اهي. انا بقى انا عملت شويه اهي. شوفوا شايفين سهله معايا في الفرد ازاي، مريحاني، لا مشققه ولا متنيه ولا حاجه الحمد لله اهي. هتقولي العجوه باينه، اقول لك لسه عشان العجينه هترفع معايا. الرز لسه هتسيبها ترتاح. لو في الشتاء هسيبها ساعه صواني ساعه ترفع. انا ما سبتهاش كتير في العجن انا ما بتخمرش، فبسيبها ترفع في الصواني. لما ترفع لان طبعا الجو برد هسيبها ساعه. لو في الصيف هسيبها ربع ساعه، ربع ساعه تلت ساعه كده. يعني الجو حر فهترفع، اما في الشتاء هتقول لها ساعه. وغطي برضو الصواني عشان ترتاح معاكي بسرعه. القرصه اللي كانتش مظبطت معايا فانا ظبطها بس اهي. بعد ما خلصت فرد القرص كلها اهي. شوف 2 كيلو عامله الكميه قد ايه اهي. تمام. الساده كمان اهو. شايفين الساده ما شاء الله. شايفين النار، القرص العجوه نارها متبقاش واطيه قوي علشان ما ت... يلا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي